عايزة أسألك سؤال. كم مرة عصيت ربنا وكم مرة بعدت عن ربنا وكم مرة قعدت مع نفسك كده بينك وبين نفسك وبعدين فكرت قلت أنا بعيد عن ربنا قوي، إزاي هرجع أتوب بعد البلاوي اللي أنا عملتها دي وبعد كل اللي أنا عملته ده؟ ربنا هيتقبل مني الدعوة يا ترى؟ عايزة أقول لك بقى حاجة. سهيل ابن عمرو أيام الصحابة زمان رضي الله عنهم كان ماشي هو وزوجته فاعترضهم أو يعني وقفهم قطاع طرق. قطاع الطرق دول عملوا إيه بقى لما هجموا عليهم؟ خدوا منهم الغنائم بتاعتهم والاكل بتاعهم وكل حاجه. فالمهم قاعدين بقى بياكلوا بقى الاكل اللي هم سرقوه منهم. فلفت نظره كده رئيس العصابه زي ما بيقولوا كده اللي هو الكوماندا بتاعهم ما بياكلش معاهم. فبيقول له انت بتاكلش معاهم ليه؟ فقال له انا صايم. ايه؟ صايم؟ سمعني تاني كده حضرتك. صايم؟ انت رئيس عصابه على فكره، ها؟ واخد بالك انت؟ قال له جمله غريبه قوي. انا سايب باب موارب بيني وبين ربنا لعل في يوم من الايام ارجع لربنا تاني واتوب. فاستغرب قوي لكلامه. فمرت السنين ومرت الأيام وسهيل كان بيحج في بيت ربنا سبحانه وتعالى، فقابل الحرامي هناك وهو متعلق في أستار الكعبة وعمال يدعي ربنا. عبد زاهد متقرب لربنا في بشوش في وشه نور ربنا سبحانه وتعالى. انت انت اللي انا فاكر لما انا قلت لك ان لازم الانسان يسيب باب موارب بينه وبين ربنا عشان لربما يرجع له في يوم من الايام. انا ربنا تاب عليا ورجعت لربنا وبقيت احسن وبقيت افضل و فانت يلي عملت معاصي كتير وغضبت ربنا توب لربنا. سيب باب موارب بينك وبين ربنا. ما بتصليش؟ خلي لسانك ده دايما بيقول ذكر ربنا سبحانه وتعالى. افضل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اعظم الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله، كنز من كنوز الجنة. ابسط الاشياء ما تستصغرهاش. لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. عايزة أقولك ما تيأس. ما بتصليش؟ سبح ربنا. ما بتصليش؟ ادعي ربنا انه يهديك. بتعمل معاصي؟ لسانك ده ما يقفش عن الدعاء. يا رب اهديني، يا رب رجعني إليك، اللهم ردني إليك ردا جميلا، اللهم لا تميتني إلا وأنت راضي عني، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم لا تفتني في دنياي. دايما لسانك ده يا رب قربني ليك، رجعني ليك يا رب، اللهم أذقني لذة التقرب إليك. ما تيأس. ادعي ادعي، شغل لسانك. لو حاسس نفسك متكتف ومش قادر تقوم تصلي، حاسس نفسك مش قادر تبطل المعاصي اللي انت بتعملها، ادعي ربنا بقلب سليم. يا رب توب عليا، يا رب، يا رب اهديني يا رب. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مغيث المستغيثين أغثني، يا مغيث المستغيثين أغثني. دايما يا جماعة افضلوا ادعوا أدعية اللي قلبكم يرتاح لها. شوف أي سورة في القرآن حتى لو كانت صغيرة، أي ذكر، أي اسم من أسماء الله الحسنى، أي دعاء صغير، أي تسبيحة صغيرة، ما تستصغرهاش. اللي قلبك مرتاح له ادعي بيه وربك هيستجاب. ما دمت خالص النية. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فمعنى انك انت ضميرك بيأنبك من جواك ومتضايق ان انت بتعمل معاصي وبعيد عن ربنا، صدقني ده اول الطريق للتغير للايجابيه وانك تقرب لربنا باذن الله. ما تيأس، ربنا بيحبك وربنا سبحانه وتعالى مش هيلهمك الدعاء ابدا الا غير لما يكون عايز يغفر لك، الا غير لما يكون عايز يديك ثواب. مش هيلهمك انك تتفرج على فيديو زي ده وتسمعه لاخره وانت مركز الا غير ان هو عايز يتوب عليك. لو حسيت نفسك اتهزيت من جواك او راجعت نفسك ونويت النية ان انت ترجع لربنا، اعرف ان ربنا بيحبك وراضي عنك، ومفيش حاجة صدفة. مفيش حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعملها صدفة ابدا. ربنا غفور رحيم، اعرف كده. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا. إيه تاني؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شايف رحمة ربنا كبيرة إزاي؟ وشايف رحمة ربنا بيك إنك قلبك يرق دلوقتي وإنت بتسمع الفيديو؟ اعرف إن ربنا راضي عنك وإن ربنا سبحانه وتعالى يريد إنه يرجعك ليه تاني. صدقني ربنا ما بيبليش عبد ولا يبتلي عبد إلا غير لما يكون بيحبه. وعايز تعرف الفرق بين إنك مبتلي أو إنك أنت ربنا بيخلص ذنب ناس منك؟ إنك لما بتبتلى بتحمد ربنا وقلبك بيتأدب وبتقرب لربنا أكتر.
وبتكتشف انك كنت بعيد عن ربنا. انما الشخص التاني دايما ناقم ومش عاجبه اللي ربنا بيعمله معاه. هتفضل تقول ليه يا رب، ليه يا رب عملت كده معايا؟ وهتلاقي نفسك بتعمل غلط اكتر واكتر، وتقول يلا مش فارقه بالمره. لو لقيت نفسك كده يبقى ده انت ظلمت حد واذيت حد او عملت ذنب كبير قوي، وربنا غضبان عليك للاسف. حاول تراجع نفسك، حاول تراجع اخطائك، وحاول تشوف انت ظلمت مين واذيت مين، وتروح تستسمحه ان هو يسامحك. لان كل الذنوب تسقط الا ذنب العباد، فهو في رقبتك ليوم الدين لحد ما العبد اللي انت ظلمته ده يسامحك. فالحق ارجع لربنا وتوب لربنا. ولو كنت بتعمل معاصي الحق نفسك، فاتك كتير ما بقى الا القليل، ومحدش ضامن عمره. واديك شايف الناس بتموت في عمر، يعني مش عايزه اقول لك في زهره العمر. السلام عليكم.